السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هناخد lesson 1 الدرس الأول في unit 1 في الوحدة الأولى. اسمها إيه الوحدة دي؟ اسمها I feel good. I feel good يعني أنا أشعر إن أنا بحالة جيدة. يلا بينا بقى نتكلم عن الدرس الأول. هنا جايب لي في أول حاجة foods and drinks يعني مشروبات وأطعمة. تمام، يعني هيديني بعض الأطعمة وبعض المشروبات. أول كلمة عندي اسمها watermelon. watermelon يعني إيه watermelon؟ يعني بطيخة. الأو دي مش بوضحها في النطق، يبقى اسمها إيه؟ watermelon. watermelon. طب هنا الأو مش بوضحها في النطق، ممكن أسمع نطق تاني أسمع التي دي زي الدي كده فيقول watermelon. watermelon. تمام، النطق ده صح والنطق ده صح، ده النطق الامريكي. نيجي بقى لكلمه قصب السكر. يعني ايه سكر؟ خدناها قبل كده sugar. طب عايزه اقول قصب السكر sugar cane. sugar cane. sugar cane. sugar cane. خدت بالك ان الاي هنا طويله long a، الاي طولتها. رز يعني rice. 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 طب مين اللي خلى السي دي تتنطق تدي صوت الس؟ ان هي وراها حرف الاي. لما السي يجي وراها حرف الاي او الاي او الواي تتنطق س. يبقى السي لو جه وراها اي حرف من الحروف دي هتتنطق س. الاول هنقول بطاطسيه واحده يعني ايه؟ يعني بوتيدو. 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 يعني التي دي هننطقها دي خفيفة فنقول بوتيدو. طب جمعها ايه بقى؟ بطاطس. بوتيدوز. بوتيدوز. نيجي لكلمة بصل، الاو هنا مش هننطقها، يعني مش هنوضحها او في النطق، لا غلط. لما توضحها في النطق بيكون النطق خاطئ. طب هنقول ايه؟ هنقول onions. onions. يبقى بصلة واحدة onion. بصلة واحدة onion. بصل كتير onions. onions. نيجي لكلمة طماطم، مشابهة شوية في النطق لكلمة بطاطس، عشان هنا برضو التي هنقولها دي خفيفة. هنبدأ بطماطماية واحدة يعني tomato. 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 طب بطاطس طماطم كتير tomatoes. 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 موزة يعني banana. موز بقى كتير bananas. 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 دجاج يعني chicken. 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 عنب يعني grapes. 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 منجاية واحدة يعني mango. mango. يعني دي هتبقى long o، صوت o طويل فنقول mango. طب جمعها mangoes. mangoes. طب لبن يعني milk. 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 يعني خضروات vegetables. 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 الاي دي مش بنوضحها في النطق فنقول vegetables. vegetables. طب يعني ايه طعام مصري؟ مصري يعني Egyptian، خدناها قبل كده في سنة تالتة في الترم التاني. Egyptian food يعني طعام مصري. Egyptian food. خلي بالك التي اي اي بتدي صوت ش، عشان كده قلنا Egyptian. لما نيجي نقسمها syllables Egyptian food طعام مصري. food طعام و Egyptian مصري. Egyptian food طعام مصري. فلاح يعني farmer. 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 يعني ايه دولة؟ زي اللي احنا عايشين فيها country. 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 احنا اتفقنا التي ار بتدي صوت ش كده خفيف. طب يعني ايه لذيذ؟ delicious. 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 طب يعني ايه جاهز؟ ready. 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 يعني ايه خاص او مميز؟ special. 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 زي لما اقول لك انا عامله لك اكل بقى النهارده خاص ليك انت، مميز كده، مميز وخاص ليك انت لوحدك. فهنا برضو السي اي اي ادتنا صوت الش سبيشال. يعني ايه وجبه الافطار؟ خلي بالك عشان في خطا بيحصل في النطق هنا. breakfast. 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 يبقى يعني ايه وجبه الافطار؟ breakfast. يعني ايه وجبه الغداء؟ lunch. 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 طب يعني ايه وجبه العشاء؟ dinner. 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 نقول الوجبات تاني سريعا.
وجبة الإفطار breakfast 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 breakfast. وجبة الغداء lunch lunch. وجبة العشاء dinner dinner dinner. هنا بيقول لي عندي verb اسمه raise. raise يعني يكبر ويربي، زي اللي انت يبقى عندك حاجة مثلا بترعاها وتكبرها وتأكلها عشان تحصل منها مثلا على بيض ولحم. مين هي؟ الدجاج. فبيقول لي raise means to keep and feed. ان انت ترعى keep ترعى and feed animals الحيوانات like chicken زي الدجاج. to get عشان تحصل على eggs and meat تحصل على البيض واللحم. يجي هنا بقى لتصريف الأفعال. اتفقنا إن في حاجة اسمها زمن الماضي البسيط، خدناه في سنة تالتة. في أفعال بتقبل إن أنا أضيف لها إيدي، وفي أفعال شريرة ما بترضاش تاخد الإيدي. الفعل الطيب اللي هياخد الإيدي هسميه regular. طب اللي مش هيرضى ياخد الإيدي وهنحفظه اسمه irregular. ده زمن الماضي البسيط لما حاجة بتحصل في الماضي، حاجة خلصت وانتهت. نقول بقى الأفعال. أول حاجة يربي يعني raise raise الماضي بتاعها raised. طب ينتج يعني produce الماضي بتاعها produced. طب ينظر يعني look الماضي بتاعها looked. نيجي بقى للريجولار. يصنع أو يعد يعني make الماضي بتاعها made. يطعم يعني feed الماضي بتاعها fed. يحصل على يعني get الماضي بتاعها got. يبني يعني build الماضي بتاعها built. يزرع أو ينمو يعني grow الماضي بتاعها grew. يحافظ على أو يرعى يعني keep الماضي بتاعها kept. نيجي هنا بقى لبعض التعبيرات وحروف الجر المهمة. هنا بيقول أول حاجة في التعبير ده لما حد يقول made some special food for يعني حد عمل طعام مميز وحلو كده لحد. طب made يعني يعمل، some يعني بعض، special يعني مميز أو خاص. food طعام، for يعني من أجل، ليه، زي لما أقولك أنا عملت لك أكل ليك أنت بقى مخصوص ليك أنت. يبدو لذيذ لما حاجة يبقى شكلها بقى لذيذ بقى وانت تقول إيه ده الأكل ده شكله لذيذ. شكله لذيذ تقول إيه؟ look delicious look delicious. يعني إيه الواحد يزرع رز grow rice grow rice grow rice grow rice. يعني إيه حاجة لذيذة؟ yum. يبقى لما حاجة لذيذة التعبير ده بنقوله لما حاجة تبقى لذيذة وفي علامة تعجب اهي بقول yum. طب يربي دجاج يعني ايه؟ لما تربي دجاج ايه التعبير بتاعها يعني؟ ايه الفعل اللي بيجي مع يربي الدجاج؟ raise chickens raise chickens. هيا بنا نأكل يعني let's eat let's eat. هذا صحيح يعني that's right that's right. زي لما مثلا اقول حاجة صح فاللي قدامي عايز يقول لي ان انت قلته ده صح فيقول لي that's right. يعني ايه ينمو اكثر صحة؟ يعني مثلا زرعة انا اهتميت بيها بطريقة معينة فبتنمو بشكل صحي. يعني الزرعة طالعة كويسة كده ما فيهاش اي حاجة وحشة ولا حشرات ولا اي حاجة. يعني ايه؟ grow healthier grow healthier grow healthier. طب يعني ايه يفكر فيه؟ think about. يجي بعد كده هنا بقى للlistening والreading. ماجد and his mom يعني ماجد ومامته. his mom يعني مامته. his دي صفة ملكية. or talking يعني بيتكلموا. about عن Egyptian food بيتكلموا عن الطعام المصري. يعني ماجد ومامته هيتكلموا دلوقتي عن الطعام المصري. his mom مامته. his ده صفة ملكية بتبقى للولد. يعني مثلا عايزة أقول مامته his mom، بابا his dad، شنطته his bag. يبقى هي صفة ملكية للولد. بتقول ايه بقى مامته؟ lunch is ready يعني الطعام يكون جاهز. فين يكون دي اهي is يكون بتيجي مع المفرد. I made يعني انا عملت some special food for us يعني انا عملت بعض الطعام الخاص لمين؟ for us يعني ليا وليك. طعام كده مميز وخاص لينا احنا وطعام بقى لذيذ بقى. فهو بيقول ايه؟ mom it looks delicious إنه يبدو لذيذ. it دي عايدة على الأكل، هو يقصد الأكل، قصده إن الفود هو اللي looks delicious بيبدو لذيذ. فبتقول له إيه بقى هنا سؤال؟
سؤال يعني بأداة هنا بقى بأداة استفهام. which food يعني أي طعام. which food comes from our country يعني أي الطعام بقى اللي هيجي من بلدنا. تفتكر الطعام اللي على السفرة ده ايه الطعام اللي فيه جاي من بلدنا، من Egypt، من مصر. our country يعني بلدنا، our دي صفة ملكية معناها ملكنا. do you think انت تعتقد، بيقول لها I think we grow، انت تعتقد ان اي طعام من ده جاي من بلدنا. I think we grow rice يعني احنا بنزرع الرز. grow rice يزرع الرز. grow rice in Egypt في مصر. راحت مامته قالت له yes that's right اللي انت قلته ده صح. what else ايه تاني، ماذا ايضا. what else يعني ماذا ايضا. what else قال لها I think we raise chickens يعني احنا بنربي الفراخ in Egypt في مصر. yes اتكلم بقى عن بقية الحاجات اللي جاية من مصر برضو. and tomatoes and onions. Egyptian farmers produce many things you see on this table. يعني الفلاحين المصريين بينتجوا حاجات كتير من اللي انت شايفها على المائدة دي. let's eat يلا بينا ناكل. فقال لها ايه؟ yum لذيذ. هنا بيقول لي التحدث عن الطعام. talking about food. what foods do we produce in Egypt? we produce vegetables like onions, potatoes and tomatoes. هنا بيقول لي الأسماء الجمع، الحاجات ازاي بحولها من مفرد من one ل two أو أكتر. one onion جمعها two onions، حطيت اس الجمع بمنتهى السهولة. one banana جمعها two bananas. طب one potato جمعها two potatoes. يعني لما الكلمة يبقى آخرها او وانا عايزه اجمعها احط لها اس الجمع، بعمل ايه؟ ما ينفعش احط الاس على طول. طالما الكلمه اخرها او ما ينفعش تحط لها اس على طول كده ورا الاو، لا، تحط هنا ما بين الاو والاس تحط اي، يعني تضيف اي اس، كأن الكلمه كده تعبانه، فانت لو حطيت لها الاس على طول هتتعبها اكتر. فانت لازم تحط ايه في النص اي عشان ايه؟ تبقى عازل ما بينهم يعني. فالكلمات اللي اخرها او بنحط لها اس على طول، لا، نحط لها اي اس. 1 tomato جمعها 2 tomatoes. هنا بالنسبة للجمع والمفرد. كده نكون خلصنا lesson 1 في unit 1. والسلام عليكم ورحمة الله.